ناس كتير بتسأل عن موضوع الأكل، امتى أدخل الأكل؟ امتى أخلي ابني يبتدي ياكل نواشف ويبطل اللبن؟ أنا شايفة انتي مستعجلة على إيه؟ من بعد ال6 أشهر دول هيقعد 50-70 سنة ياكل نواشف وياكل لحمة وخضار، يعني انتي هتأكلي وتغسلي وتطبخي، فواحدة واحدة ما تستعجليش. تحطيش ايدك في بقك، لا. بغض النظر عن موضوع الخلفة والأحاسيس، أول مرة أحس إن أنا أم بجد لما ولادي بدأوا ياكلوا، وبقيت يعني اجري وراهم بالمعلقه، مش مصدقه. وحته كمان، بس حته كمان، حته كمان، حته كمان، معلقه كمان. انا كنت فاكره يعني دي في الافلام مسلسلات، لا طلع انه واقع. عيسى ولا موسى؟ عيسى. بص الرياكشن. ايه ده؟ مش فاهم. بصراحه في الاول موضوع الاكل ده بيبقى سهل، من اول الولاده طبعا لحد 4 شهور بيبقى رضاعه فقط. ساعات ناس بتزود ميه، لك ممكن تدي شويه ميه، ممكن تدي اعشاب. انا كنت بدي ميه واعشاب. من بعد 4 اشهر تبتدي بقى تدخلي اكل. بدأت الأول بخضار، بعدين جزر، كوسه، بطاطس، تفاح مضروب تماما، برقوق، موز، حاجات بسيطه بس كده مع اللبن. لو تحبي تديها شوفان، زبادي، العسل مش قبل سنه. كل حاجة لوحدها سيبريت عشان أتأكد إن هو مفيش أي حاجة بتعمله ألرجي، لأن هو أصلا أول ما اتولد اكتشفنا إن عنده حاجة اسمها كاو بروتين ألرجي، كنت لازم آخد بالي قوي هو بياكل إيه. نوع مثلا يومين تمام كملي. انا كنت بدخل من سن 4 شهور بصراحه بيض بالشعريه، كان بيشبع يعني. كنت باكلهم كل حاجه علشان الباليت بتاعتهم تتعود انها تدوق حاجات كتير. يعني الموضوع ممكن ياخد وقت ان الطفل مثلا يقول لا مش عاوز، بس هو ده الفتره تجربي انواع اكل مختلفه مع ابنك. فيكون كل بروكلي، قرنبيط، بدنجان، الجوافه، يجرب البطيخ، كل انواع، بحيث لما يكبر يبقى متقبل كل الاكل ده. طبعا ده مش هيحصل، ما بيتقبلش حاجه، بس يعني انت تعملي اللي عليكي وتخليه يجرب كل انواع الاكل الاول. بعد بقى 6 اشهر تبتدي تدخلي الاكل اكتر. لما قدروا ان هم ياكلوا حاجات اتقل دخلت في عدس، فول، طعمية. كنت بعمل لهم ملوخيه من غير توم، مسقعه من غير توم، من غير خل، مسقعه من غير خل وتوم برضو، وافعصها في الرز. كله ده مضروب لحد 8 اشهر. انا للاسف ولادي الحاجات الخضار والحاجات دي هما بيبيز كانوا يعني ما اعرفش هما they survived ازاي المرحله دي، عشان كانوا بيتفوا كل حاجه وكانوا بيرجعوا. للاسف كنت بلجأ للحاجات الجاهزه اللي هي البرطمانات الريدي ميد دي. من 8 ل 10 اشهر نفس الحاجه، بس زودي بقى الايه، قطع. ممكن تبقى قطع صغيره مثلا لحمه، فراخ، كوسه، قطع عشان يبقى عارف ان في. بعد كده لما تدخلي الاكل هتلاقي ان اللبن لوحده بيقل. كان اسهل شويه طبعا، الرضاعه بتقل شويه عن الاول يعني. فبدل ما ترضعي مثلا 20 مره في اليوم هترضعي 10 مرات، وبعدين هتلاقي نفسك بترضعي 5 مرات عشان الاكل هيزيد فهو يبقى عاوز ياكل. فالفطام ده هيحصل طبيعي. طول ما هي واصله للحاجات اللي هي المفروض تبقى بتعملها في كل سن، ما كنتش بقى على موضوع الاكل. ان هو يبدا يعمل اي كونتاكت، يبدا يسقف، يحاول يمسك لعبه، كل الحاجات دي ديفلوبمنت ستيجز احنا فاكرينها عاديه، بس لو ما حصلتش واتاخرت لازم الواحد يبدا ياخد باله. واحده واحده هتلاقي نفسك بترضعي الصبح وبالليل. وبعدين ممكن تدخلي ازايز، ممكن اول مره ما تتقبلش الازازه، تاني مره هتتقبلها، او تخلي حد مختلف يديهولها. طبعا اول 2 بتبقى احلى مرحله في الاكل، عشان انت اللي متحكمه هو بياكل ايه، ولا بيجري يفتح ثلاجات، ولا عارف ده ايه ومش ده ايه، فبياكل اللي انت بتحطه له. بعد 2 بقى مأساة، بيبتدي بقى يقول لا واو وسويت، ويفتح بقه بالعافيه ويتف الاكل على وشك، ويعيش اليوم كله على شوكولاتايه. تفاصيل كتير هنتكلم عليها بعدين. فاستغلوا اول 2 اكلوا على قد ما تقدروا، ربما يكملوا ان هم ياكلوا كويس، وانتي وحظك بقى. والله الموفق هو المستعان. الى اللقاء. ربنا معاكم في المرحله اللذيذه دي. ودمار موضوع الاكل ده بصراحه. يعني انا يعني قالت لا اصل المكرونه عليها حته خضار يعني طالعه من ايه دي؟ ايه الحته الخضرا دي؟ لا شيلي دي. ايه ده؟ في حاجه على الطبق وارد.